طب هات كتاب واحد من كتب السنة ذكر فيه إنه علي ولي الله. تفضل اكتب معي، اكتب معي شواهد التنزيل للإمام الحسكاني. اكتب شواهد التنزيل للإمام الحسكاني إن علي لله من بعدي. تفضل خلنا نساعدك. تعال يا أمي، تعال. قولي تعال. الو سامعك. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل للإمام الحاكم الحسكاني. قوله تعالى وانذر عشيرتك الأقربين، الجزء الأول صفحة 543. عن البراء قال لما نزلت قوله تعالى وانذر عشيرتك الأقربين جمع رسول الله بني عبد المطلب وهم يومئذ 40 رجلا، الرجل منهم يأكل المسن ويشرب العسل، فأمر عليا برجل شاة فأدمى، ثم قال ادنوا بسم الله، فدنوا القوم 10 فأكلوا حتى صدروا، ثم دعا بقعب من لبن فجرع منه جرعة، ثم قال اشربوا بسم الله، فشربوا القوم حتى رأوا، فبدرهم أبو لهب فقال هذا ما أسحركم به الرجل، فسكت النبي يومئذ فلم يتكلم، ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب، ثم أنذرهم رسول الله فقال يا بني عبد المطلب إني أنا النذير إليكم من الله عز وجل والبشير بما لم يجيء به أحد، جئتكم بالدنيا والآخرة فأسلموا وأطيعوني تهتدوا، ومن يواخيني منكم ويوازرني ويكون ولي ووصي بعدي وخليفتي في أهلي يقضي ديني. فسكت القوم وعاد ذلك 3، كل ذلك يسكت القوم ويقول علي أنا، لأن الرسول قال من يواخني وناصر يكون ولي ووصي بعدي وخليفتي، ما حد يتكلم إلا علي، يقول علي أنا، فقال أنت، فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب أطع ابنك فقد أمره عليك. بعد حديث آخر فمن يكن منكم يبايعني على أن يكون أخي ووزيري ومنجز عداتي وقاضي ديني، فقام إليه علي بن أبي طالب وهم يومئذ أصغرهم علي فقال اجلس، وقدم إليهم الجذع والفرق من اللبن فصدروا عنه حتى لهم وفضل منه فضله، فلما كان في اليوم الثاني أعاد عليهم القول ثم قال يا بني عبد المطلب كونوا في الإسلام رؤوسا ولا تكونوا أذنابا، فمن منكم يبايعني على أن يكون أخي ووزيري ووصي وقاضي ديني ومنجز عداتي، فقام إليه علي بن أبي طالب. إذن علي هو الولي، وعلي هو قاضي الدين رسول الله، وعلي منجز عدات رسول الله، وعلي وزير رسول الله ووصيه وخليفته.